ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد الفاصل. هنشوف بقى ان شاء الله السؤال التاني اللي هو اكمل. برضو عندنا فيه 6 عناصر بعد التعديلات الجديدة في توزيع الامتحان. ان شاء الله بإذن الله هنحاول نركز على الحاجات المهمة، وفي تفاصيل صغيرة كده يا ريت ناخد بالنا منها. في السؤال بيقول لي أكمل طبعا. نمرة 1 2 س أس 4 في 3 س أس كام يا شطار؟ اتفقنا اللي هي الس لوحدها كده دي معناها أس إيه؟ أس 1. جميل. طيب إحنا لما بنيجي نضرب حد في حد أو حد جبري في حد جبري، الحد الجبري بيبقى ليه معامل وليه رموز. هنا مديها لي الراجل كتر خيره مديلي رمز 1، والمعاملات هنا المعامل هنا 2، المعامل هنا كام؟ المعامل هنا 3. لما بنيجي نضرب حد في حد فاحنا بنضرب الاول. الشطار الهايلين بيقولوا ان احنا نضرب المعامل في المعامل الاول يا مستر، يبقى احنا عندنا 2 في 3 يبقى بيدينا 6. 2 في 3 بيدينا 6. تمام؟ وعندنا س أس 4 في س، اتفقنا س أس 1. احنا لما بنيجي نضرب حدين متحدين الاساس او عددين متحدين الاساس، هنا س وهنا س، فكنا فاكرين كنا بنعمل ايه؟ ننزل الاساس ونجمع الاسس، ننزل الاساس ونجمع الاسس. يبقى انا عندي هنزل الاساس اللي هو س وهجمع الاسس. انا عندي هنا في 4 وهنا في 1، يبقى هنا اس كام؟ اس 5. الموضوع بسيط وسهل والكلام ده، لانه اللي بيحب الرياضه هيحب يذاكرها وهيجيب فيها اعلى درجات ان شاء الله. نيجي بقى ل برضو الاحصاء. فاكرين احنا قلنا في اختار كنا عندنا الوسط الحسابي جالنا في اختار، هنا بيجي لنا في اكمل الوسيط والايه والمنوال. نيجي للوسيط. الوسيط بيديني شويه قيم وبيقول لي الوسيط بتاعهم قد ايه. طبعا انا عندي هنا 5 وعندي 6 وعندي 7 وعندي 1 وعندي 9. دول كام قيمة؟ هنعد كده كام قيمة؟ ادي 1 ادي قيمة، 2 3 4 5 زي الفل. ده لما يجي لي القيم عندي عدد فردي بفرح جدا. ليه؟ لأن هنا الوسيط بيبقى قيمة واحدة بتفضل في النص. أول حاجة أعملها عشان أجيب الوسيط أنا بقول للأولاد إيه؟ نرتب، سواء بقى ترتيب تصاعدي أو إيه؟ أو تنازلي، من الصغير للكبير أو من الكبير للإيه؟ للصغير. لما نرتب القيم أنا عندي 5 6 7 1 9. الشطار بقى يجاوبوا معايا كده ونشوف. أول قيمة أصغر قيمة أنا عندي 1. أنا هنرتب تصاعدي يعني من الصغير للكبير، ويمكن ده سهل بالنسبة لكم. يبقى أنا عندي 1، بعد كده اللي بعد كده كام؟ 5. تمام. بعد كده يلا معايا 6. تمام. 7. برافو. بعد كده ايه؟ بعد كده ايوه برافو عليكم. يبقى انا عندي 1 5 6 7. بعد كده الايه؟ ال9. انا عندي 5 قيم اهم. ناخد القيمه اللي في النص. باخد القيمه في النص ازاي؟ بخفي ده مع ده، اخفيهم خالص، بخفي ده مع ده. القيمه الوحيده اللي هي في النص اللي باقيه هي دي تعتبر الايه؟ الوسيط اللي عندي. يبقى انا عندي الوسيط للقيم دي هيبقى كام يا شطار؟ هيبقى ايه؟ هو 6. نيجي لاسهل انواع المقاييس بتاعتنا اللي هو المنوال. المنوال عامة هو المنوال اللي هو أكثر انتشارا، أكثر تكرارا وهكذا. طيب القيمة اللي هي أكثر تكرار أكثر انتشار وهكذا. طبعا أنا عندي هنا 4 6 1 4 3. القيمة اللي هي متكررة أكتر حاجة في القيم، مفيش عدد متكرر عندي غير هو ال4 متكرر أكتر حاجة، هو متكرر مرتين، وإنما كل واحد منهم متكرر هي إيه؟ مرة واحدة. يبقى المنوال بتاعي هو العدد 4 أو القيمة 4. زي الفل. تمام. يبقى أنا عندي الوسط الحسابي فاكرين هو مجموع القيم على إيه؟ على عددهم. واضح؟ الحاجة التانية بالنسبة للوسيط، الوسيط بنرتب من الصغير للكبير أو من الكبير للصغير. تمام؟ وناخد القيمة اللي فين؟
اللي في النص بالظبط. تمام، يعني ترتيب وشطب الاولاني مع الاخراني والتاني مع اللي قبله وهكذا لحد ما نوصل للقيمه اللي في النص. اما المنوال هي القيمه اللي بتتكرر اكتر حاجه في القيم اللي هو مديها لي، اكتر قيمه متكرره يبقى هي دي من ايه؟ يبقى هي دي المنوال. نمرة 4 بيقول لي العدد النسبي الذي معكوسه الجمعي هو نفسه. طبعا احنا عارفين العدد المعكوس الجمعي احنا بنجمع العدد مع معكوس الجمعي يديني صفر، مش كده برضو ولا ايه؟ طب جميل، يعني الخمسة لما اجمعها مع سالب 5 يدينا صفر. السالب 3 لما اجمعها مع 3 يدينا صفر. طب الصفر لما اجمعه مع ايه يدينا صفر؟ ها؟ واحد شاطر يقول لي صفر زائد ايه يدينا صفر. صفر زائد صفر، برافو عليك. يبقى معنى كده ان الصفر معكوسه الجمعي صفر، برافو عليك. يبقى المعكوس الجمعي والعدد اللي معكوسه الجمعي هو نفسه هو يعتبر مين يا شطار؟ هو الصفر. جميل، حلو قوي. هنا بقى خاصية يعني تعتبر، يعني أنا بعتبرها تراكمي لأن إحنا دي أعداد صحيحة عادية. هو بيقول لي 3 زائد 5، 5 زائد 3. أنتوا ملاحظين حاجة؟ إن هو بدل هنا. يبقى الخاصية دي خاصية إيه؟ شطار. أيوه، الإبدال، برافو عليكم. تمام. في عندنا خواص تانية كتير، عندنا محايد ضربي، معكوس جمعي، ماشي، معكوس محايد جمعي وهكذا. طيب نيجي بقى لحبايبنا دول. انا هنا بيقول لي عندي قوس مكون من حدين او مقدار مكون من حدين، وهنا مقدار مكون من حدين. الشطار اول ما بيبصوا للحكايه دي بيفرحوا قوي. ليه؟ لان ضرب الحدين دول في الحدين دول ما بياخدش مشكله، وما فيهوش اي مشكله خالص، لانه ما بيبقاش في حد اوسط في حاصل الضرب، لان دايما مقدار مكون من حدين مع مقدار مكون من حدين بيديني دايما، وخصوصا لو كانت الرموز زي ما هي فبيديني مقدار ثلاثي. انما هنا هيبقى مقدار، حتى بص خد بالك، مديني هنا س ناقص 5 في س زائد 5، ومديني هنا حدين بس، يعني معنى كده ان مفيش حد اوسط. طب يا ترى الحد التاني هيكون ايه؟ انا لو لقيت يا شطار عبارة عن مجموع حدين اهم في الفرق بينهم جالك الفرق، على طول اضرب الاول في الاول. ايوه شطار، س أس 1 في س أس 1 يدينا س تربيع او س أس 2. ولو ضربت التاني في التاني على طول مباشرة يديني، خد بالك من الإشارة عشان هنا بيضحك عليا وحطيت لي هنا زائد. هنا سالب 1 سالب 5 في موجب 5 ايوه سالب 25. يبقى انا هكتب هنا ايه؟ مش 25، لا سالب 25. تعرفوا لو هنا سالب بقت 25 مباشرة وهكذا. ارجو ان احنا استفدنا، يكون استفدنا، وان شاء الله هنتابع في فيديوهات تانية لما يكون في امثلة تانية ان شاء الله للاسئلة اللي بنقول عليها الاسئلة المقالية اللي هي محتاجة خطوات. هنا بالنسبة للسؤال بتاع اختر من متعدد او اكمل مش محتاج منك خطوات، انت بس بتعملها بره، او اذا كانت يعني محتاجه خطوات بره بتعملها بره وبتحط الناتج على طول مباشره. انا بحاسبك على الناتج ده فقط. وبرده في نفس الكلام في الاختيار من متعدد، برده نفس الكلام، انا بحاسبك على الاختيار بتاعك المظبوط. انما في اسئله تانية محتاجه خطوات، محتاجه حل، بتتحاسب على الخطوات. ان شاء الله هنشوف برده في فيديو تاني باذن الله، تمام، ازاي نحل المسائل اللي هي محتاجه خطوات. لايك وشير، تمام، والسبسكرايب بتاعك، الاشتراك بتاعك، وان شاء الله باذن الله تنجحوا وتفرحوا اهاليكم والدنيا تبقى زي الفل. سلام.